مساء الخير، خلينا نسولف شوية عن مؤتمر سامسونج اللي انتهى قبل شوية، وتم الإعلان به عن الأجهزة الجديدة. بالمختصر المفيد شنو الشغلات اللي شفتها ملفتة للانتباه؟ أول شيء دعم 7 سنوات من تحديثات النظام الأندرويد، هذا فد شيء مرحب به أكيد. نظام الأندرويد رايح نحو الاستقرار أكثر. كنا قبل شوي نقارن نظام الاي او اس ويا الاندرويد، نشوف دائما الاي او اس اكثر استقرارا، بس هسه حاليا لا، اكو تكافؤ بالموضوع، هذا رايي على الاقل. ف7 سنوات من تحديثات النظام هو فد شيء مرحب به. بالنسبه للزوم بالسامسونج كالعاده هو الافضل، فد شيء ممتاز. الزوم يساعد الاشخاص اللي يريدون يوصلون لفد سبجكت معين، يريدون يطقوا له صوره، اكيد مو فد شيء اساسي للكل، يعني اكيد مره مرتين راح تستخدمه وخلص، بس ميزه مرحب بيها. موضوع الاي اي ايش قد ما اكو هاله اعلاميه حول هذا الشيء، بس ما اعرف ليش انا يعني اشوف اكو دعم للغه العربيه، اكو هاي التفاصيل يعني ما ادري. انا شفت الشغله كلش حلوه بالموضوع هو فقط من نسوي سيركل على فد شيء موجود بصوره وهو يسوي بحث مباشر عليه، هذا فد شيء فعلا يعني صراحه مفيد وحلو. يعني نقدر نقول استغلال للذكاء الاصطناعي. عندنا انحناء للشاشة أقل راح يكون أو تقريبا معدوم، وهذا فد شيء كلش مرحب به. أعتقد خلص سامسونج هي اللي بدت الترند مال الشاشة المنحنية، وما باقي شيء وتنهي نهائيا. وهذا فد شيء أنا أشكر صراحة سامسونج عليه، لأنه الشاشة المنحنية خلاص بعد يعني ما بها فد استفادة معينة، وممكن تكون مضارتها أكثر من استفادتها. يعني متأكد اكو وايد ناس يحبون هذه الشاشة، بس أنا أشوف مضرتها أكثر من استفادتها. زين، بالنسبة على طاري موضوع القوة والتحمل الشاشة، كورنينج جوريلا جلاس ارمور هذا جديد اللي هو أعلى من الفيكتشس، وهذا راح يكون زجاج مقاوم 4 مرات أكثر للخدوش. وجود هذه طبقة الحماية راح يوفر حماية من الخدوش 4 مرات. طبعا أنا بالنسبة لي دائما أشوف أنا أجهزة أستخدمها بدون ستيكر وبدون مرات حتى بدون كفر، يعني هذا فشي يعني تفضيلي الشخصي. بس أكثر شيء مزعج عندي هو موضوع خدوش الشاشة. فلما الحماية هاي الجديدة الارمر توفر في 4 يعني 4 أضعاف قوة التحمل للخدوش، هذا فشي أيضا مرحب به. وصراحة شفت موضوع السامسونج رينج همينه مثير للاهتمام، راح اشوف اذا اكو بعد تفاصيل اكثر واسوي لها فيديو وحدها. بالنسبة للالترا اللي هو اكيد حديث الجميع، الجهاز هذا يعني انا ما اقدر اقول عنه انه تطور واضح وكبير عن النسخة السابقة، بس هذا مو لانه هو جهاز خلينا نقول يعني بخيل من ناحية التطور، لا، وانما الاس 23 الترا جهاز متكامل. تحس وكأنما مو ذاك التطور الكبير بالجهاز الجديد، بس هذا لأنه ذاك الجهاز متكامل. يعني صراحة هذا فد شيء يعتبر إيجابي أكثر مما سلبي. إيجابي أنه أنت وصلت لمرحلة خلاص قدمت فد شيء وهسه بديت تبدع بجوانب أخرى. يعني ما أريد أذكر طاري شركات أخرى، بس يعني صراحة هواي شركات ما تقدم فد شيء كبير، تركز لها يمكن على شيء واحد كل سنة وتظل ضجة يعني بالسولف بالموضوع. بينما سامسونج لا، العام الفائت قدمت جهاز متكامل، وهذه السنة بدأت تروح الغير جوانب، بدأت تروح الاي اي، بدأت تروح الغير تفاصيل، خلاص تريد توسع من مجالها التقني. فأني أشوف هذا الجهاز على الورق يجوز تشوفوا مو ذاك الفرق عن السابق من ناحية الأداء، من ناحية المواصفات، بس أنا أشوفه يقدم فد شيء يدل على قوة سامسونج، أنه خلاص إحنا تمكنا بالجهاز السابق، هسه خلي نروح الغير جوانب نكملها، بعد راح نبدي نصعد نضيف إضافات أخرى للأجهزة مالتنا بحيث تكون استخدامها شامل أكثر. فهذا اللي أنا لاحظته بالمؤتمر. يمكن يعني جزء اكو هواي مستخدمين يشوفونه فد شيء ممل، موضوع الاي اي مو فد شيء يعني اساسي بالحياه، اكيد ممكن تستخدمه مره مرتين وخلاص، بس هذا التطور اللي احنا رايحين له، الذكاء الاصطناعي، طريقه استخدام التكنولوجيا او العفو يعني طريقه مختلفه لاستخدام التكنولوجيا خارجه عن المعهود، هذا فد شيء لازم نبدي نفكر به. فسامسونج انا اشوفها مبدعه، مو بس هذه السنة، حتى السنة اللي فاتت. وإن شاء الله بإذن الله يعني نحاول نجيب الجهاز الألترا ونسوي له مراجعة، سواء دزته الشركة أو لا.
لانه انا ما عندي تعاون ويا سامسونج، بس ضروري انه اجرب هذا الجهاز، لانه اتذكر العام اني ما سويت له مراجعه، ولكن هوايه سالوني عليه، فاني ما اريد المتابعين يشوفون يعني رايي بالاجهزه هذه. فبعون الله راح يعني حتى اذا الشركه ما دزته نحاول قدر الامكان انه نجيبه ونسوي له مراجعه، وتكون ان شاء الله مراجعه تفصيليه نجرب هذه ميزات الاي اي وغيرها. فاكيد خليكم متابعين، وشكرا اكيد للي شاف الاستوريات كلها. مع السلامه.